يسقط يسقط حسني مبارك. دلوقتي نستمع الى كلمه من احد قيادات الحركه الوطنيه المصريه الاستاذ ابو العز الحريري. لو كان خالد ابن وزير كانت راس العدل كتير. لو كان خالد ابن وزير كانت راس العدل كتير. كانت راس العدل كتير. ما عادش ينفع فيها نصر الجنوب. التهمه موجهه لحسني مبارك شخصيا. التهمه موجهه لحسني مبارك شخصيا. يجب ان نذهب الى محكمه الجنايات الدوليه كي نطالب بمحاكمه حسني مبارك. انا عايز يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط يسقط حسني مبارك. يسقط جلاد الشعب. يسقط جلاد الشعب. عاشت بس. عاشت بس. كلامي واضح شروط الشرطه. انتم مستخدمين شواكيش ضد الشعب المصري. انتم مستخدمين لدراسه خطر وراكم النظام. انتم بتقتلوا اخواتكم. انتم بتعذبوهم. بتنتهكوا اعراضهم. نحن نحذر كل ضباط وجنود الشرطه. بدءا من وزير العدل حتى اصغر ضابط موجود في الشرطه الذي لن يتراجع عن موقفه ويحترم اخوانه واخوان المواطنين والمواطنات سوف نقتص منهم ولم نتوقف عند المحاكم المدنيه والجنائيه المصريه. نحن نوجه رسالتنا الى النائب العام. النائب العام ليس رجلا يتحرك بالزرار او بالكنترول ريموت كنترول من وزير الداخليه او وزير العدل. نحن نبلغ وزير النائب العام ان الشاب خالد قتل على يد الشرطه. قتل على يد الشرطه لا لشيء الا لانه بيقال انه كان معاه تسجيل مصور لاحد الضباط وهو يفبرك قضيه مخدرات داخل القسم. اذا صح هذا فنحن نستيقظ ان يعتدى على خالد. ثم ان الشرطه مش شغلتها تحاكم الناس. شغلتها لا تحترم الناس وتقدمهم للعداله. من اجل هذا سوف يستمر لقاءنا وسوف نتواصل. ويوم الحد الساعه 1 هيكون في واقع هو مبارك عايز ايه؟ هو مبارك عايز ايه؟ عايز الشعب المصري ليه؟ عايز الشعب المصري ليه؟ يا مبارك مش هنبوظ. بكره الشعب عليك هيدوس. بكره الشعب عليك هيدوس. يا مصر يا مصر. لسه فيك سجون مصر. لسه الكلب بيحكم مصر. علوا علوا علي الصوت. اللي هيهدف مش هيموت. لابد وان تصل الرساله من خلال هذه الوقت. لابد وان تصل الرساله من خلال هذه الوقت. فاداؤكم وتعبيراتكم وشعاراتكم هي السبيل لتوصيل المعنى والمضمون الذي نستهدفه. فليس الشجار ولا الاختلاف في مصلحه القضيه. ومن اسف شديد ان يكون هذا الاعتداء الظالم الهمجي الوحشي في اجتماعات منظمه جنيف لحقوق الانسان والتي توافق عليها مصر على 21 بند من هذه الاتفاقيه
ستة وترفض 4 هذه الاتفاقية التي تنادي بحقوق الإنسان. وها هي يا شعب مصر ويا شعب الإسكندرية، حقوق الإنسان تهدر على يد من المطلوب منهم حماية حقوق الإنسان، باعتداء الشرطة على شاب مصري في مقتبل عمره بهذه الطريقة الهمجية الوحشية الرجعية، هو اعتداء على كرامة مصر كلها، اعتداء على سيادة مصر كلها، اعتداء على كل مواطن مصري. وليست هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، فلقد تكررت جرائم الشرطة المصرية وخاصة بقصف شرطة سيدي جابر. وأذكركم بعم خليل، أذكركم بعم علي بتاع المطار اللي رموا عليه بنزين وولعوا فيه. وهذه هي الجريمة البشعة التي يذهب ضحياتها شاب من خيرة شباب مصر، شاب من المفترض أنه يحمل لواء الإصلاح في المستقبل، شاب من المفترض أنه سيكون في موقع السلطة لو كان هناك احترام لآدمية الإنسان، لو كان هناك احترام لحقوق الإنسان، لو كان هناك احترام للشعب المصري أو للدستور المصري أو لقيم الإنسان والعدالة. نحن نقف اليوم لكي نطالب بأن يكون هناك تحقيق فعلي لا وهمي، تحقيق جاد كافوري حتى يقدم المناهج الحقيقي إلى العدالة، ليعلم الرأي العام أن هناك قضاة يستطيعون أن يحكموا بالعدل وينفذ حكمهم. ونعترض اليوم على أداء الشرطة التي تنصب نفسها. مش خايفين. نعترض اليوم على أداء الشرطة التي تنصب نفسها قضاة لتصدر أحكاما وتنفذ هذه الأحكام. فشعب مصر لا يقبل هذه الإهانة، وشعب مصر لا يقبل هذه الاستهانة. ولهذا أيها الشباب لابد وأن تستمر فاعلياتكم ولا تقفوا على نوع معين من الفاعليات، لابد وأن تستمر حتى يعود الحق وتعود السلطة ويعود الرأي الصحيح للشعب المصري. تحيا مصر! 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 رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية. مش بنخاف من الداخلية، دم خالد غالي عليا. مش هنخاف من الداخلية، دم خالد غالي عليا. ما تهربوش على السكون، دم خالد مش هيموت. ما تهربوش على السكون، دم خالد مش هيموت. حق خالد مش هيضيع، حق خالد مش هيضيع. يسقط حبيب العدلي، يسقط حسني مبارك، يسقط ضروري طوارئ، يسقط ضروري طوارئ. جريمة جديدة تضاف إلى السجن الأسود للزبانية والجلادين والمجرمين من رجال الشرطة. جرائم الشرطة مش جرائم أفراد زي ما بيقول رئيس الدولة أو وزير الداخلية، ده منهج أسلوب شيء منظم. معنى إنك دخلت الاسم يعني لازم تتعذب، يعني لازم تقر بجريمة لم تقترفها، لازم تنضرب. هذه هي
وظيفة الشرطة. هذه هي وظيفة الشرطة.